فيلا شيكوريل أشهر فيلا مسكونة في مصر. اشتهرت عائلة شيكوريل اليهودية بأنها تمتلك أكبر المحلات التجارية في وسط البلد في مصر وبمبالغ كبيرة جدا. وفي عام 1927 كان بيدير العمل 3 من أبناء شيكوريل، أكبرهم اسمه سلمون شيكوريل. كان بيمتلك فيلا بشارع سريلانكا بالزمالك، وفي يوم من الأيام اقتحم 4 لصوص فيلته وقاموا بتخدير زوجته وسرقوا الذهب والمجوهرات الموجودة بالفيلا. ولما سلمون شيكوريل صحي وحاول يقاومهم ويدافع عن بيته وأسرته، اتلموا عليه وقتلوه ب11 طعنة في أماكن متفرقة في جسمه. وبعدها تم القبض على اللصوص ال4 واتعدموا. بعدها مفيش حد جرؤ بعد قتل شيكوريل بالطريقة البشعة دي إنه يقرب من الفيلا أو يسكن فيها أو حتى يعدي من جنبها، لأنها كانت بتحصل فيها حاجات غريبة جدا، وأصوات في البيت، وأنوار بتتفتح وتتقفل من نفسها بالليل، ده غير الشبابيك اللي عمالة تترزع برضو طول الليل، والخيالات اللي بتظهر وتختفي وغيرها. لغاية ما جت أسرة الفنان عزت أبو عوف سنة 57 واشترت الفيلا وسكنت فيها، ومحدش فيهم كان يعرف أي حاجة عن قصة شيكوريل وقتله في الفيلا. بعدها بفترة بسيطة بدأت تحصل حاجات غريبة. بدأ الأمر بخيالات سريعة بتمر من قدام عينهم، وأطياف وأصوات حركة قدامهم عمالة تمشي وبسرعة جدا، والحاجات دي بتكتر كل يوم أكتر من اليوم اللي قبل، وبالتحديد في أوقات الليل. أصوات غريبة كانت بتخرج من الجدران وهمسات، وكانت الأصوات دي والحاجات الغريبة دي بتظهر كمان لو كان في ضيوف. طبعا عائلة أبو عوف جالها هلع، وخصوصا الأم واللي أولادها لسه أطفال، وكان أكبرهم عزت اللي كان عنده في الوقت ده 8 سنين بس. بدأ والد عزت يسأل عن تاريخ الفيلا، وكانت الناس في الأول بتتهرب منه لغاية ما عرف الحقيقة، وإن السبب في كل اللي بيحصل ده هو موت شيكوريل مقتول. لكن رغم كده صمم والد عزت على البقاء بالمنزل، وفضلوا في الفيلا أكتر من 50 سنة متعايشين مع أشباح شيكوريل، وكل ما يجيبوا خدم ما يستحملوش ويهربوا، وعلشان كده كانوا معتمدين في خدمة البيت على نفسهم تمام. وبعد ما تخرج عزت من كلية الطب واتجاهه للتمثيل، أصبحت الفيلا أكتر الأماكن جذبا للفنانين، وده طبعا بسبب العلاقات الجيدة اللي كانت بتربط أسرة أبو عوف بالكثير من أبناء الوسط الفني. بتقول الممثلة يسرى في لقاء تلفزيوني: كنت معزومة في فيلة صديقتي مها أبو عوف، وكنا لوحدنا في الفيلا، وبعد العشاء اندمجنا والكلام خدنا والوقت اتأخر، فأصرت مها إني أبات الليلة معاها. بالفعل قررت إني أبات، وغيرت هدومي ولبست البيجامة، ودخلنا احنا الاتنين سوا في أوضة النوم، ووقتها قعدنا نتكلم ونحكي طول الليل لغاية ما بدأنا ننام، وكانت الساعة 3 الفجر. انطفأت الأنوار، وفجأة بدأت أسمع صوت خطوات خارج الأوضة، زي ما تكون خطوات جندي في عرض عسكري. كنت خايفة جدا، وبدأت أركز في الأصوات، فتأكدت إن الصوت عمال يقرب من الأوضة. جالي إحساس رهيب بالخوف، لأني كنت عارفة إنه مفيش غيرنا في الفيلا. مديت إيدي على سرير مها وصحتها: اصحي يا مها، اصحي. فصحيت مها بمنتهى الهدوء، وأنا عمالة أتكلم وخايفة، وهي ولا أي خوف. وفي الآخر قالت لي: ما تخافيش، ده شبح ساكن الفيلا من زمان وتعودنا عليه، بس هو طيب ومش مؤذي. يسرى بتقول:
أنا خرجت بالبيجامة على بيتنا عدل، خصوصا إنه كان بيتنا قريب.